ليش ممكن الواحد يكون في عنده هذا النوع من التعلق اللي هو بده يسيطر فيه على الزوج مثلا أو الزوجة أو الشريك، حتى الصداقات، يعني نوع من أنواع التعلق بيكون شخصية مسيطرة، بيكون في خوف شديد، بيكون في قلق من الفقد، بصير في اعتمادية مفرطة يا إما في الأفعال أو في الشعور. أنا لازم أخذ المشاعر من هذا الشخص بالتحديد، لو ما أخذت على هاي المشاعر من هذا الشخص راح دمر شخصيا، يكون في عندي يعني بركان عاطفي. أحيانا بصير في تقليل من الذات، دائما في جذب الذات أو تقليل من الذات أو شك. هل في طرق كثير للتعامل مع هذا الإشي؟ طبعا تطوير استراتيجيات التعامل مع هاي السلوك، إعادة بناء الثقة بالنفس وتطوير العلاقات الصحية. يعني مهم إنه الواحد يعرف إنه بيحتاج إنه يتعلم أشياء جديدة، مهارات جديدة، يصير كل الأشياء اللي كانت تؤدي إلى أزمة بتتحول في تغيير النمط، تحويل المشاعر هنا من قلق وتعلق إلى مشاعر اطمئنان.